السلام عليكم. انا عندي محضر ديال الشرطه ما فيش الحيازه نهائيا. عندي محضر ديال الشرطه ما فيش الحيازه نهائيا، وعندي رئيسه محكمه حكمت عليا بالزور وبالضرب. هذه الرئيسه في هذه المحكمه الابتدائيه بالقنيطره، هنا رئيسه محكمه حكمت عليا بالظلم وحكمت عليا بالزور. ها هي رئيسه. هادشي كنوريوه للشعب المغربي والجاليه المغربيه وللعالم. هذه رئيسة محكمة كتحكم عليا، دايرة ليا حيازة بضائع أجنبية، دايرة ليا بضائع أجنبية، وأنا ما عنديش في المحضر ديال الشرطة نهائيا، ما عنديش نهائيا الحيازة، ما عنديش. وهذه رئيسة محكمة هنا بهذه المحكمة الابتدائية بالقنيطرة. واخا شنو نتج على هذا الحكم هذا الحكم داير ليا مساطير مرجعيه ديال التجاره في الخمور. وانا ولا عندك مشكل مع الجمارك دابا ولا عندي مشكل انا مع الجمارك. علاش؟ بسبب هذه الرئيسه اللي دارت لي حيازه بضائع اجنبيه، وانا ما عنديش بتاتا، ما عنديش في المحضر ديال الشرطه الحيازه نهائيا. واخا مني يشدوك البوليس ما كان عندك والو؟ ما عندي والو، ما عنديش لا نهائيا المحزوز، ما عنديش المحزوز نهائيا. هزوني من مقهى، جابوني للشرطه. هاد الشرطي اللي فبرك ليا تا هو المحضر، عييت ما نطالب بالتحقيق والو، حتى شي مسؤول في هاد البلاد لا الحموشي ولا الدخيسي ما بغاش يحقق معايا نهائيا في هاد المحضر ديال الشرطه. ومني جابوني لعند هاد الرئيسه حكمت عليا بالزور، دايره ليا حيازه بضائع اجنبيه، وانا ما عنديش الحيازه نهائيا. اذا حنا ما كنعيشوا في دوله بدون قانون، بدون اي اثبات. واخا شحال حكموا عليك؟ حكمت عليا بالشهور ديال السجن و115 مليون، 115 مليون بدون محزوز، بدون. ها هو ما كاينش حتى اسم، ها هو ما كاينش حتى الاسم ديال ممثل الجمارك، حتى الممثل ديال الجمارك ما كاينش. رئيسه كتجمع لك هي الحساب، منها جمركي، منها كل شيء، هي تحكم عليك بالظلم. هذه رساله لمحمد السادس مباشره. انت رئيس نيابه، انت رئيس القضاة، انت رئيس الجمارك، انت اللي خاصك تشوف هذا الحكم ديالي. وهذا الرئيسه حكمت عليا باسمك، هذا الرئيسه حكمت عليا باسمك الا بالظلم، حكمت عليا باسم صاحب الجلاله، وصاحب الجلاله كيبغي هذا الحكم باسمه بالظلم. مشيت عندهم، خطره كيقولوا لك 6، خطره يقولوا لك 60، خطره يقولوا لك 115. كاين تجاوزات في هاد الجمارك ديال القنيطره، كاين تجاوزات، ما كاينش شي مسؤول اللي كيراقبهم. كيجمعوا الحساب اللي بغاو، كيديروا اللي بغاو في هاد الجمارك ديال. هذه رساله كنوجهها للسيد المدير العام للجمارك بالرباط. اما هاد الجمارك ديال القنيطره راه كيتجاوزوا القانون، ها هنا كنعيشوا في الظلم، هنا كنعيشوا بدون حقوق الانسان. راه من 2012 يا اخي وانا كنشكي، من 2012 وانا كنشكي لجميع المسؤولين ديال هاد البلاد. وهاد البلاد راه حنا كنعيشوا بدون حقوق الانسان، هاد البلاد راه كنعيشوا بدون حقوق الانسان، بلاد السلطه والنفوذ، بلاد الاعتقالات. هذا هو القانون اللي عندنا في المغرب. كنطالب الا بالتحقيق، رئيسه تحكم عليا بالزور، دايره ليا حيازه بضائع اجنبيه، وانا ما عنديش. في هذه المحكمه اللي امامي، امام هذه المحكمه هذه، رئيسه تحكم عليك بالزور. هنايا محضر الشرطه ما عنديش نهائي المحزوز، ما عنديش المحزوز نهائيا. ومني تجي عند رئيسه هنا في المحكمه هذه الابتدائيه اللي امامي تحكم عليك بالزور وتحكم عليك باسم جلاله الملك. من 2012 وانا كنشكي، هذا الحكم راه من 2012 وانا باقي كنشكي، وهذه 2024 ما كاينش شي مسؤول اللي يبغى يحقق معايا. درت عدة شكايات لجميع المسؤولين ديال هاد البلاد. البارح درت شكايه للسيد وكيل الملك مباشره، وعطيتها له على الجمارك،
وقال لي انا غادي نتبع هادشي ديالك ديال الجمارك البارح، ولكني انا المهم في الامر هو هاد الرئيسه علاش تحكم عليا ودير لي الحيازه. هاد الشيء اللي بغيت نفضحها انا امام العالم. المحامي ديالك شنو قال لك؟ ما عنديش محامي، ما عندي ما شكون بغى يوقف معايا، حتى شي محامي ما بغى يوقف معايا، تيقول لي كتشكي برئيسه ما يمكنش نوقف معاك. كيعيد كنشكي برئيسه محكمه، رئيسه محكمه تحكم عليك بالزور وبالظلم، وتحكم عليك باسم جلاله الملك. كنطالب لي بالتحقيق. كتعترف بان الحكم ديالك ما نصفونيش، كيحيت مظلوم، محكوم مظلوم. عداله ظالمه عندنا هنا في هاد قنيطره هنا، العداله ظالمه تحكم عليك الا بالزور وبالظلم. دابا انت ديك 115 مليون ما عندكش منين غنخلص انا هادشي؟ منين غنخلص هادشي ديال 115 مليون اللي تحكم عليك بها بدون سند قانوني، بدون ما جالس عاطل؟ علاش هاد الظلم في هاد البلاد؟ علاش هاد الحقره؟ علاش كنعيشوا مقموعين، نعيشوا بقضاء ظالم في هاد المغرب؟ كنفاعل كي حتى مسؤول ما بغى يحقق معايا، حتى مسؤول ما بغى يحقق معايا في هاد البلاد، الا كنعيشوا في الظلم وفي الحقره وفي القمع وفي الاعتقالات. هذا هو المغرب، وعاد ترأسنا حنا حقوق الانسان، وحنا ما عندناش حقوق الانسان في المغرب. حنا كنعيشوا مظلومين ومقهورين. يا رئيسة دير لك الحيازه وانت ما عندكش الحيازه. اذا كيف ما سمعتوا متابعه جرس تعبير الاعزاء، ان السيد كيقول على انه خبطوا عليه البوليس شحال هادي بدون انه يلقاو معاه حتى شي حاجه، بدون حيازه. في المحضر ديال الشرطه ما فيش الحيازه. كيقول على انه تفاجئ بالحكم، كيلقى فيه بانه دايرين ليه الحيازه. دابا وقع ليه المشكل مع الجمارك اللي كيطالبوه بتعويضات ديال 115 مليون سنتيم. كيقول على انه ما عندوش باش يخلصها من 2012 وهو تيجري على اساس انه يتنصف. للان مازال ما تنصفش. كيقول على انه قدم شكايه للسيد وكيل جلاله الملك المحكمه الابتدائيه البارحه واستجب ليه، والان الامور قد يعني تاخذ المجرى ديالها الصحيح، وهذا ما يتمناه. متابعي جرس تعبير الاعزاء، على امل اللقاء بكم في حين اخر. استودعكم الله، الى اللقاء.